السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وهانيين يا رب. كما كنت تشوفوا هنايا وصفة المحاجب هي وصفة جزائرية تقليدية. تجيب البصل وطماطيش والحار. يعني هنايا هاد لا فيديو راح توري لكم كامل كيفاش نديروا المحاجب، خاصة للمبتدئين اللي ما يعرفوش، يعني ما فيها والو، راح يتبعوا لا فيديو حتى الاخر يجوهم هاد المحاجب مورقين وبنان. ويعني ما حش نشكر لكم حتى تشوفوا لا فيديو للاخر، فيها كامل الاسرار تاع هاد المحاجب كيفاش يجوا بنان. اول حاجه المكونات يعني بسيطه. اول حاجه نسحقوا السميد الرطب، يعني يكون نوعيه جيده. هنا المحاجب لو كان ما يكونش سميد شباب ما حش يجونا شابين. هنا واش درت؟ نديرو نغربلو 3 كيلات سميد رطب، وكيله فارينه. هنا درت انا ماشي مولفه ندير الفارينه، خاطش هنايا راني نشوف يعني السميد هذا شويه ماشي شباب زدت له الفارينه، يعني باش يكون عنده شويه العلك. كيما نعرفوا احنا السميد اللي ماشي شباب ما يكونش فيه العلك، يعني كي يتعجن ونحلوه ما يتحلش شباب. كي نشكو في هذاك السميد نزيدوا له شويه فارينه، وإلا كان سميد شباب ما نزيدولوش الفارينه. يعني هذه هي باش نكونوا على علم. كيما كتشوفوا هنا درت 3 كيلات سميد رطب مع كيله فارينه، نغربلوهم بيان سور، ومن بعداتك نجو نديروا له شويه ملح، هكا شويه ملح. وكما تعرفوا العجين الا كان مسوس راح يتقطع معنا، يعني نديروا الملح ما نكتروش الملح بصح ما نقصوش الملح تاني، خاطر لو كان نقصوا في العجين الملح راح يتقطع، كي نكونوا نحلو يتقطع. نديرو نجيبو ما عادي، يعني من الحنفيه، ما يكون سخون ما يكون بارد نورمال. نبداو نطمو في العجين ديالنا غير بالعقل، ونخلوه شويه يابس. يعني كي نبداو نطمو فيه ما نجروهش، نخلوه شويه يابس، هكا نطموه غير بصبعتينا حتى ينطم لنا كامل هذاك العجين. هاوليك هنا العجين ديالي نطملي، انا واش ندير؟ نروح نخليه على جانب قسما نبدل قسما نوجد الحشوه تاع المحاجب. قلت لكم المحاجب وصفه جزائريه تقليديه، ما فيها ني فيونداشي ني لحم ني والو، يعني جبت لكم الوصفه الاصليه. هنا المحاجب تاع زمان نقطعوهم هكا، البصله ما تترحى ما والو، الطوماطيش كيف كيف قطعتها هكايا يعني كما كنت تشوفوا مربعات، الحار كيف كيف. يعني هذا واش راح يجينا في المحاجب. وقلت لكم نقطعوا هكا البصله هاديه نقطعوها هكا طويله. انا هنا البصل تاعي راح نطيبه في الكوكوطه، ما راح نزيد له الماء ما والو، نرمي كلش على جهه وندير لهم شويه ملح ونغلق الكوكوطه. علاش درت هنا في الكوكوطه ماشي في المقله؟ يعني باش هذيك البصله تطلق لي مليح وطيب لي مليح، يعني وتطلق الماء وتمتم توجد. ديروا مغرفه ملح كيما قلت لكم ونغلقوا الكوكوطه. هنا يعني كنت درت التوابل، نقدروا من بعد باش نديروا التوابل، انا درت كلش على جه. واش نديروا في المحاجب؟ شويه راس حانوت وفلفل احمر يعني عكري حلو وشويه حار، هدا واش يجي في المحاجب. يعني ومن بعد نغلقوا الكوكوطه. هنا درت فلفل دريس يعني فلفل حار، هاي ليك، ونغلقوا الكوكوطه تاعنا ونروحوا ما نديروا ني الماء ني والو، نقصوا على الكوكوطه ونخلوا هذاك البصل هو اللي يطلق والماء والطوماطيش تطلق الماء تاعها. درت قطره زيت ونروحوا نحطوها فوق النار. نعاودوا نولوا للعجين تاعنا. هنا راهو شرب لنا يعني او ارتاح شويه، نقدروا ندلكوه عادي، ندلكوه وهو ناشف هكذا، نطمو مليح بيدينا. نحطو في طاولة العمل ونبدا ندلك. يعني في الدليك هنايا كاين هكذا نديرو، وشوفوا كيفاش هنا ندلكو غير بالكف تاع اليدين، هكا شغل نقطعوا العجينه. دوك تشوفوا كيفاش الطريقه الصحيحه تاع الدليك. هاي ليك نهاوليك بالكف تاع اليد نقطع، شغل نقطع العجينه هكايا مع طاوله العمل، نعبزها هكذايا من كل جهه.
هذه هي الطريقه تاع ادليك يعني تاع العجين في اي حاجه، في المعارك، في الشخشوخه، في المحاجب، يعني هذه هي طريقه تاع ادليك. ونبداو نزيدو في الماء هكذايا وندلكو، نزيدو في الماء وندلكو حتى يدخل لنا الماء، ندخلو هكا الماء غير بالعقل ونطمو ونزيدو ندلكو حتى نلقاو العجينه تاعنا راهي دير في الاصوات يعني تاع الترتيق كيما نقولوا حنايا تترتق. هنا نعرفوا بلي العجينه تاعنا راهي يعني واجده باش نخدموا بها. يعني هنا كي نبداو نزيدو في الماء تجينا واعره باش نطموها غير بالعقل، وغير تطملي نعاود نفس الشيء ندلكو بالكف تاع اليدين ونعاود حتى نحس قلت لكم العجينه تترتق وتخرج واحد شغل، تبدا تخرج واحد هكا شغل فقاعات. دوك نوري لكم يعني دوك تشوفوا كيفاش هذوك الفقاعات يبانوا، نعرفوا بلي العجينه تاعنا راهي ناجحه 100% وراهي واجده باش نخدموا بها. هنا مازال العجين راهو ناشف. هنا كيما المحاجب المعارك لازم العجينه تكون طريه، ماشي كيما الشخشوخه نخلوها شويه يابسه. من المحاجب والمعارك نطروا شويه العجينه. وبالعاني انا طولت معكم لا فيديو باش تشوفوا يعني مليح كيفاش طريقه العجين. هنا ندير بصبعي، مازال صبعي ماهوش يدخل يعني بالساهل، يعني كي نديرو صبعنا هكا ونشوفوا صبعنا يدخل ديريكت يعني نعرفوا بلي العجين خلاص شرب الماء. مي هنايا مازال ما شربليش مليح الماء. يعني نقعد ندلك هكا قلت لكم حتى نسمعوا ديجا انا راني ندلك ونسمع في الترتيق، يعني بدا العجين يندلك معايا. نزيدو هكايا الماء ونعجنو هكذايا. هاي ليك العجينه تاعي يعني هنايا راهي ولات لي خفيفه. هاي ليك وشربت لي الماء بما فيه الكفايه كما يقولوا. ونعاود نطمها مليح ونبدا نخبط فيها هكا حتى تخرج هذوك الفقاعات. يعني هاد العمليه ندخلوا الهواء ونخرجوا الفقاعات. ها شوفوا هنايا ان شاء الله يكون واضح في الصوره. دوك تشوفوا كي راني نخبط كيفاش راهم يخرجوا الفقاعات. يعني لازم هاد العمليه. هاي شوف. همليك يعني الفقاعات راني نوري لكم باش تشوفوا يعني كلش واضح في الصورة. نجيبوا العجين تاعنا على جانب، نديروا الزيت، نحلو مليح. هنا نبداو نخدموا غير بالزيت ونديروا نجيبوا اي حاجه نديروا فيها ايضا الزيت باش نساعدوا نفسنا ونديروا كوايرات تاع المحاجب. نجيبوا سنيوه راح نديروا فيها، نديروا كامل هكايا باش ما يلصقناش العجين، ونساعدوا يدنا بالزيت. ونبداو نديرو في الكرات تاعنا تاع المحاجب. هنا الكرات كل وحده كيفاش تحبي، الا حبيتو محاجب صغار نديرو كرات صغار، الا حبيتو محاجب كبار نديرو كرات كبار. نبداو نديرو هكا، ولازم الكرات يكونوا مسقمين. اذا كانوا الكرات ماشي مسقمين كي نجو نحلو العجينه راح تتقطع. هنا لازم الكرات هنا يبدا يعني الخدمه تبدا هنا. لازم الكرات نديروهم شابين ومخدومين يعني كامل كيف كيف هاك. هذاك الزائد نحوه ونطموه مليح بصباعتينا هكذايا. شوفوا كيش تجي الحبه ويجوا كاع كيف كيف.
نبداو ندخلو هكا للداخل ونعبزو من التحت هكا بهاد الطريقه باش تتشكل معانا كره. انا راح نكمل كامل هذاك العجين، يعني شوفوا هنايا هذيك الكيله شحال دارت لي من الحبه، دارت لي قريب 24 حبه، يعني كيله هذيك دير لكم 24 حبه. نجيو نغطو بالكيس بلاستيكي، يعني لازم نديرو كيس بلاستيكي باش هذيك الكرات ما تيبسناش من الفوق، الا يبستنا ما نقدروش نحلوها يعني. ونغطوها بالتشليق ونخلوها ترتاح مده قريب 10 دقائق، ونجو نبداو نخدمو في المحاجب تاعنا. نعاود نولي من جهه اخرى نشوف البصل تاعنا. هنايا البصله راهي طابت لي، شوفوا هنايا كيفاش تلقت الماء، يعني قلت لكم ما درتش مام بالما هذاك البصل والطوماطيش يطلقوا الماء تاعهم. واش ندير هنا؟ نحي الغطاء تاع الكوكوطه ونخلي هذاك الماء كامل ينشف، يعني ما حش تنشف لي. انا نحب المحاجب تاوعي يكونوا من الداخل شويه يعني فيهم لاصوص، يعني ما يكونوش غير البصل ناشف. هنا بعد ما نشف لي شويه هذيك المرق، شوفوا هنايا كيفاش نحطوها باش تبرد، ما نقدروش نخدموا بها وهي سخونه راح تتقطع لي العجينه. نخلوها تبرد مليح باش نبداو. ومن جهه اخرى العجين راهو يريح، ونبداو نخدموا ان شاء الله كي يبرد البصل المحاجب تاعنا. هنا بدينا على بركة الله، نبداو بسم الله. يعني هنا وشنو بديت نحل في العجين، شوفوا كيفاش العجينه راهي تنحل معايا. واش نقول لكم، يعني كما يقولوا صحاب زمان اي طاوع فيا كيما ندير لها تندار ما شاء الله. هنا نحلو خاصه نبداو نتجبدو في الجوانب باش ما يقعدوش خشان. نتجبدو دوكا غير بالجوانب كما كتشوفوا، مانيش نجبد كاع في الوسط. نديرو الزيت تاعنا هكا، نسبقو الزيت، نديرو الطبقه الاولى هكا ونزيدو الطبقه الثانيه فوقها باش تجينا مورقه، يعني ورقه فوق ورقه. نديرو لاصوص تاعنا هكذايا، ونطويو هكا باش تجينا مربعه مسقمه، ونروحو نحطوها فوق النار. نكونو سخنا الطاجين تاعنا مليح تاع المحاجب، ونديرو له شويه زيت، ونجو نحطوه فوق النار. هاي لي كيما كتشوفوا هنايا هكا نقعد ندور فيها باش طيب لي من كل الجوانب، ونديروا لها الزيت باش تحمر هكذايا. نعاود نجي ندير معاكم حبه. هنا راك تشوفوا حليت هنايا الحبه كيما قلت لكم نحلو في الوسط، نقعدوا نحلو غير بالزيت في الوسط، ونتجبدوا غير الجوانب، نجبدوا ونديروا الحشوه تاعنا. هاي ليك هنا المحاجب توعي، يعني شوفوا يجوا حموره. واش نقول لكم، وإلا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم وصفة المحاجب الوصفة التقليدية الجزائرية، ما عليكم غير تابونيو وتبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائدة. واش نقول لكم، انا في فيديوهات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.